مفيش. والتلات كور اللي هو شاطهم، واحدة بس اللي قريبة من القايم على شمال الحارس، واتنين في السما. يا راجل ده حتى الفاول اللي اتنفذ، انا ابني كان قاعد جنبي، انا يعني هلكت ضحك. ايه الكورة دي؟ نيجي لمحمد صلاح، اداؤه النهارده مجمله ايه؟ صفر. يعني الكورتين اللي احنا استنينا ان انت تعمل منهم حاجة، كفاية الكورة بتاعت الانفراد، انت رايح ومعاك مدافع بس. انت محمد صلاح بقيمتك وبتاريخك وبالخبرات بتاعتك معرفتش تعدي المدافع، ومعرفتش تباصي منه الاتنين. فحتى محمد صلاح أداؤه النهارده سيء للغاية. نيجي بقى للتشكيلة الأساسية، يعني نتكلم على اختيارات حسام حسن. هو عمر جابر مزعلك في ايه؟ لما يبقى عندك واحد مع محمد هاني اسمه عمر جابر، تلعب عليه احمد عيد بتاع المصري ازاي؟ عمر جابر اللي عنده خبرات، مش هقولك ان هو افظع باك يمين، احنا ما عندناش لعيبه في مصر خلاص، كل سنه وانت طيب يعني. البقاء لله في اللعيبه المصريه. لا باك يمين ولا باك شمال عندنا في مصر، ما عندناش باك يمين او باك شمال بيعمل اوفرات. عايزين نعرف باك يمين يعني ايه وباك شمال يعني ايه، نتفرج على علي معلول كان مع الاهلي بيعمل ايه، والشيبي مع بيراميدز بيعمل ايه. دول الباكات اللي تقدر تاخد منهم عرضيات كويسه، وتاخد منهم اداء دفاعي كويس واداء هجومي كويس. ما دون ذلك احنا اللعيبه عندنا في مصر الباكات تحديدا على الله حكايته. اما بالنسبه لقصه مصطفى محمد اللي انا مش فاهمها لحد دلوقتي بصراحه، يعني قصه مصطفى محمد انا مش فاهمها. ايه الفايده ان انا يبقى عندي واحد زي مصطفى محمد ولاعب عليه اسامه فيصل؟ مع كامل احترامي لاسامه فيصل، بس قارن ده واحد بيلعب في الدوري الفرنسي وده بيلعب في الدوري المصري مع البنك الاهلي. ايه الهدف؟